صباح الخير الأول وأهلا بيكم في أول فلوج على قناتي. حبيت أخدكم معايا في يوم كروشيه مختلف. هنقضي وقت مع القهوة وشوية معلومات خطافي، وهنشتغل مع بعض على مشروعين حلوين كده. عايزة أعمل بلوزة صيفي وإسورة لبيوم الوطن السعودي. لسه بقى صاحية وصليت وشفت معلومة كده انبهرت بيها على السجود، حبيت إن أنا أقول لكم عليها. خلتني أقول سبحان الله. يعني انتوا عارفين ليه ربنا سبحانه أمرنا بالسجود على منطقة الجبهة بالظبط؟ لأن منطقة الجبهة دي علميا اسمها الفص الجبهي الفرونتال لوب، والفص ده مسؤول عن العمليات الإدراكية والانتباه. ففي وضع السجود وأثناء تلامس الجبهة بالأرض، الأرض بتسحب الشحنات السالبة في المخ. فالسجود بيكون بمثابة علاج نفسي، خصوصا لما عندهم تفكير مفرط وبيعانوا من الاكتئاب ده، غير إنه بيحسن عملية التنفس. فسبحان الله كده. دلوقتي انا هروح افطر واعمل الايس كوفي بتاعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. وأنت مؤمن فأحسن الظن برب استثناك واختصك فلا تقلق. أحسن الظن بربك لتقبل وتتقدم، لتشجع ولا تجبن، لتقرر ولا تتردد. يقول السلف: الجبن غريزة يدفعها سوء الظن بالله، والشجاعة غريزة يبعثها حسن الظن بالله. فاستعن بالله ولا تعجز، وتوكل عليه ولا تقلق، وأحسن الظن به ولا تتردد. فإذا فعلت فإني أضمن لك شعورا بالثقة والرضا لا تزلزله المواقف فطاري طبعا انا زي ما متعوده اعمل فطار لازم اتفرج على حاجه، فقلت بدل ما اتفرج على مسلسلات ليه ما اتفرجش على تفسير سور القران. فاخترت سوره يوسف. جميله 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 يا جماعه، من السور اللي بتمس بالروح فعلا. خلصت منها ساعتين، هي 10 ساعات بس حقيقي، يعني مش بتحسوا بالوقت وانتوا بتتفرجوا عليه. هفطر واجي اوريكم. دلوقتي بقى هعمل بلوزه بخيط هيمالايا. طبعا ده ستوكات تحفه 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 يا جماعه بجد. بنصح اي واحده مبتدئه وعايزه تبتدي تعمل شغل اللبس يعني وكده، تجيب ستوكات الاول. ده كان ستوك اسمه فاشن تقريبا. وهستخدم معاه ابره 3.5، مش عارفه باينه ولا لا. ابتدي بقى ايه اشتغل فيها، ابتدي اعمل ايه الدايره السحريه اللي مغلباكوا كلكوا في دوت. انا هشتغلها شغل مربعات جراني، يعني فاهمين كده؟ تعتبر 3 ولا ايه، 3 سلاسل ولا ايه. اشتغل بقى جواها. هشتغل بقى جوه الدايرة 11 عمود بلفة، وهكون اصلا منزلة طريقة البلوزة على قناتي. بفضل شغالة كده لحد ما اطلع الشكل المربع الجراني ده، وهعمل من الشكل ده 18 مربع. حابة اشارككم حاجة صغيرة عني. اللي عارفني بيكون عارف اني مش بحط موسيقى ابدا في فيديوهاتي، وبتحرى دايما في النقطة دي قبل ما انزل اي فيديو. فزمان كنت بحس ان لو حطيت موسيقى الفيديو ممكن ينتشر اكتر وكده، بس في نفس الوقت قلبي ما كانش بيرتاح في موضوع الاغاني ده، وكنت بمسح الفيديو اصلا. لحد ما فهمت ان المشاهدات والرزق ده بايد ربنا مش بالموسيقى خالص. فحقيقي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكفايه ان عوضني بناس جميله زيكم بتتفرجوا عليا وبتدعموني. سرنجي. هنا بقى انا كنت بصور اول اوردر جاني. كنت اللي هو قلت ايه انا هصوره يوتيوب، بس ما عرفتش اصوره، كنت مضغوطه جدا. يا دوبك كده كنت بصور الخطوات وما كملتش للاسف. يعني كان مطلوب مني بقى اعمل مقلمه بخيط المكرميه القط، وكان مطلوب ان انا مني اعمل بالخيط كده ارسم الاسم يعني بالخيط. دي كانت اصعب مرحله بالنسبه لي، وكانت مقلمه لذيذه يعني، وحطيت لها سوسته، وده شكلها وانا بغلفها. بمناسبة ان انا قضيت حوالي 8 سنين من عمري في السعودية، فالبلد دي ليها مكانة خاصة جدا في قلبي. ففكرت اعمل اسوارة بسيطة باللونين الاخضر والابيض بمناسبة اليوم الوطني السعودي، واسهل منها مفيش. انا احتجت اللونين دول وابرة 3.5، ويلا بينا نبتدي في الطريق. جبت الخيطين كده وعملتهم مع بعض قد بعض كده، وبدأت اعمل عقدة البداية
انا استخدمت خيط هيمالايا، انتوا ممكن تقدروا تستخدموا اي خيط عادي، وده كان خيط صيني موجود عندي من زمان يعني. بدأت اعمل العقدة كده وهمسك الابرة، وهي اصلا الاسورة عبارة عن سلاسل بس، فهي سهلة جدا يعني. ببتدي بقى اعمل عدد من السلاسل كده. ادي دي كده السلسلة الرابعة، بقعد اشتغل لحد ما اوصل معصم ايدي قد ايه، وبقيسه واشوف لو اكتر فبروح بقى شايلة ايه العدد من السلاسل ده، ولو اقل بزود. انا هنا وصلت وعملت 30 سلسلة، دول كانوا على قد ايدي يعني. وهبتدي بقى اعملها في الاول غرزة احنا عملناها بغرزة المنزلقة. بدخل في اول غرزة انا عملتها وبدخل بالابرة كده وبعمل غرزة المنزلقة. شديت الخيط كده وبعدين قصيته، وبكده اكون خلصت الاسورة وخلاص معايا الفلوج. فلو وصلت معايا لحد هنا بجد انا مبسوطه بكم جدا. ما تنسوش بقى تدعموا الفيديو بلايك واشتراك وكومنتات عشان بحب كومنتاتكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله.